السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكه الزرافه. عادي يعني، ما هو في تايجر وفي زبره، فما جاتش على الزرافه يعني. هي كيكه حلوه جميله جدا، الميكس بتاعها حلو، شكله جديد وطعمه جميل. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. زي ما انتم شايفين معايا كده، هي بتتكون من طبقتين. هنعمل مع بعض اول طبقه. معايا هنا بياض 5 بيضات، هحط عليهم رشه ملح وهضربهم معايا بالمضرب حوالي 3 دقايق. بعد بقى ما ضربت البيض بتاعي وبدأ يتماسك كده، هجيب معايا نص كوباية سكر، كوباية عادية، وابدأ انزل بيها تدريجي كده واضرب لغاية لما اخلص نص كوباية سكر كلها. سكر عادي مش سكر بودر، المنظر ده كده. وانا بضرب احط معايا برضو كيس فانيليا. الضربه حوالي 3 دقايق لغايه اما تكون عندي، يعني الرغوه تبقى كامله وتدي معايا المنقار. هي كده خلاص بقت كامله عندي. هجيب معايا ربع كوبايه زيت وانزل برضو بيها تدريجي كده عشان خاطر ما اطلعش الهواء من قلب البيض بتاعي، وكمان يبقى نفس الكيكه نفسها لونها ابيض. معايا برضو ربع كوب حليب هنزل بيه تدريجي برضو وانا بضرب البياض، ما بنزلش باي حاجه كميه مره واحده. ومعايا نص كوبايه جوز الهند مبشوره ناعم، مش تكون خشنه، هنزل برضو بيها كده تدريجي. بعد ما خلطت جوز الهند كويس، معايا هنا كوبايه الا ربع دي دقيق. هحط عليها معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، يعني حوالي نص الكيس. انزل بيهم بقى تدريجي برضو كده مع النخل واقلبهم. بالراحه عشان ما اطلعش الهواء. خلاص كده الخليط الابيض بعد ما خلطت 3/4 كوبايه خلاص كده بقى جاهز. خلطه كله كده مع بعضه واركنه على جنب. ابتدي اعمل معاكم الخليط الاصفر. دلوقتي انا بدات شغلت الفرن، وطبيعي انا كنت في الاول مجهزه الصينيه ومبطنه. معايا ال5 اصفر بيض اللي هم طبعا بتوع الابيض بيض. هحط عليهم كيس فانيليا، وهحط عليهم معلقه خل، وكمان نص كوبايه سكر، وهضربهم بقى مع بعض كويس. المضرب انا مستخدماه مطرح ما ضربت البياض، عادي جدا ان انا اضرب الصفار مطرح البياض، لكن لو هعمل الصفار الاول ما ينفعش اضرب البياض بعد الصفار. لازم يكون المضرب بتاعي مغسول وناشف كويس جدا. شايفين لونه كده؟ انا هتنين اضربه لغايه اما لون الصفار بتاعي يفتح. زي ما انتم شايفين كده الصفار بتاعي لونه فتح خالص، تحس ان هو حجمه تضاعف. هنزل عندي بقى بالراحه بربع كوبايه زيت. بعد ما ضربت الزيت كده تلاقي القوام بتاعي تقل. هنزل معايا بربع كوبايه حليب برضو، هنزل عليها تدريجي كده لغايه ما الخليط كله يتجانس. هحتاج معايا كوبايه دقيق هنزل بيها برضو تدريجي، واحط عليها هنقول يعني ايه، هي معلقه برضو، بس هو نص الكيس بالظبط، يعني بقيه الكيس. هو الكيس دوت 15 جرام. طبعا هنخلهم واخلطهم بالتدريج. خلاص كده بعد ما عملت القوام الاصفر كله كويس، هجيب عندي بقى القالب او الصينيه، مش شرط تكون مخرومه من النص، اي نوع استخدميه. هبطنها بالزيت والدقيق واحط عندي بقى ايه، يعني نص الكميه. ومعايا بقى هنا انا حاطه معلقتين كاكاو بودر خام. لو ما عندكيش دي بمصفى كده حطي، وهرش رشه كده، اخد طبقه كامله من الكاكاو عليها. المنظر اللي انتوا شايفينه ده كده لغايه ما تبقى كلها
متغطيه، واجيب بقى الطبقه البيضه واحط برضو نص الكميه منها. بيضه كده، لانها طبعا بتبقى كريم، يعني عامله زي الكريم شانتيه كده، مش بتبقى نازله سلسه زي الصفرة. هسويها بس كده، واحط برضو تاني طبقه من الكاكاو. زي ما شفتوا معايا انا كررت كل الطبقات لغايه اما وصلت للطبقه الاخيره. شغلت الفرن عندي طبعا من بدات في الصفار، شغلته على درجه حراره 180. هحطها لغايه لما تستوي ونرجع مع بعض نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. انتوا شايفين معايا شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله عليه، جميل خالص وهش. طبعا انا عشان هو عميق لازم تختبريه بتشطوط كتير بقى كده عشان شايفين يطلع نضيف. هسيبها شويه كده حوالي 5 دقايق لغايه لما تهدى، وهي على الوضع ده. بقى كده اقلبها، وبعد كده بعد ما سبتها حوالي 5 دقايق بقى كده وقلبتها على الناحيه التانيه، هفككها معاكم كده. جميله بس طبعا هي لسه سخنه وسخنه جدا، فهستنى بقى لما تبرد عشان اوريكم. بصوا هي هشه خالص خالص، يعني عامله زي الكيك الاسفنجي يعني. انا استنيت عليها لما بردت مش كتير لان هما مش صابرين، فانا هقطعها لكم اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين معايا شكلها من جوه عامل ازاي، والالوان فيها تحسي فعلا شبيهه من جلد الزرافه. ككيك جميل جدا، هش جدا، شايفين عامل ازاي. كطعم برضو حلو قوي ومميز. هي خدت صحيح وقت في العمايل، بس المقادير يعني ان شاء الله مظبوطه. ان شاء الله تتبعوها بالظبط هتلاقوها ناجحه، مفيش منها قلق، وهتدي معاكم نتيجه حلوه جدا. هتشرفكم قدام ضيوفك، هتغير لكي ككيكه كالناس اللي بتحب الكيكات كتير، يعني مش يا برتقان يا لبن يا كده يا كده، لا تغيير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.